بحر اسكندرية شايل حكايات محدش يعرفها. يلا بينا خدكم في جولة سريعة على أهم المناطق اللي فيها آثار غرقة في اسكندرية. المينا الشرقي، ودي اتكلمنا عنها قبل كده، تعتبر أشهر مكان في اسكندرية فيه آثار غرقة. مكانها عند قلعة قايتباي. المكان ده زي ما قلنا قبل كده إن كان فيه منارة اسكندرية القديمة، ولما اتدمرت بسبب الزلازل أجزاء منها وقعت في البحر ولسه موجودة لحد دلوقتي. وكمان موجود تماثيل ضخمة لأبو الهول وأعمدة جرانيت ضخمة طولها أكتر من 6 متر، وتماثيل بطلمية ورومانية. تاني منطقة بقى عندنا هي منطقة أبو قير، كمان مليانة كنوز تحت المية. مش كنوز عادية، لا دي فيها مدن كاملة زي مدينة هيراكليون، كانت مدينة عظيمة قبل تأسيس اسكندرية واكتشفوها تحت البحر سنة 2000. فيها معابد، تماثيل ضخمة، عملات وسفن غرقة. كمان في مدينة كانوب اللي كانت مشهورة بطقوسها الدينية، وفيها تماثيل ضخمة وأعمدة وآثار لمباني ومعابد كاملة. المدينتين كانوا بيعبدوا فيها الإله سيرابيس، وكان فيهم أنشطة دينية ضخمة. أما المكان الثالث بقى هو الميناء الغربي، اللي كانت أقل شهرة من الميناء الشرقي، لكن برضو فيها آثار بحرية، خصوصا سفن قديمة وغواصات من الحرب العالمية الثانية. وبعض الآثار دي هنلاقيها في معارض للآثار بره مصر، وجزء منها في المخازن، وكمان في متحف مكتبة اسكندرية هنلاقي جزء كبير منها. أما في متحف اسكندرية القومي في قسم كامل للآثار الغرقة. وعلى قد ما حكيت لكم لسه البحر مخبي أسرار أكتر.